قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا يحصي عدد نعمته العادون ولا يؤدي حق شكره المتحمدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نحمده على الآلاء ونشكره على النعماء ونستعين به في الشدة والرخاء ونتوكل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء. له الحمد أبدا سرمدا طيبا مباركا الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأسعد وأشقى. لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد على الصيام لك الحمد على القيام لك الحمد على ختم القرآن لك الحمد على التمام لك الحمد على كل نعمة ولك الحمد على كل منة. لك الحمد أنت أعتقت الرقاب لك الحمد أنت فتحت أبواب الجنان لك الحمد فرجت الهموم لك الحمد يسرت الأمور لك الحمد نفست الكروب لك الحمد سترت العيوب. اللهم لك الحمد على كل حال لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جميع أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد منها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم من كان من آبائنا اللهم من كان من آبائنا حيا فمتعه بالصحة والعافية،
اللهم ارحمهم كما رحمونا وأسعدهم كما أسعدونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات. اللهم احفظ فتيات المسلمين، اللهم زينهن بالحياء وزينهن بالحشمة وزينهن بالحشمة. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار، وخص منهن الحاضرات. اللهم وكل الأرامل والمطلقات والمعلقات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من ذكر. لا إله إلا الله أنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة. حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. نحن عبادك الخائفون الوجلون المقرون المعترفون بذنوبنا.
نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا ملك يا قدوس يا سلام يا غفور يا رزاق يا وهاب يا عليم يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عظيم يا كريم يا الله يا ذو الجلال والإكرام. نسألك ونتوسل إليك في هذه الليلة، نتوسل إليك في هذه الليلة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ووالدينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين، ولا تنظر إلينا نظر المطرودين برحمتك يا عزيز يا غفور يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الطغاة وسائر الكفرة والمفسدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لهم في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، وكن لهم في سوريا، وكن لهم في بورما. اللهم كن لهم في كل مكان. اللهم أحقن دماءهم وتول أمرهم وصن أعراضهم، واحفظ عليهم دينهم، واحفظ عليهم أنفسهم. اللهم احفظ عليهم دينهم، واحفظ عليهم أنفسهم. اللهم انقطع رجاء إخواننا في سوريا وبورما إلا فيك. اللهم وضعف اعتمادهم إلا عليك، ونادوا ما لنا غيرك يا الله، ما لنا غيرك يا الله. اللهم فرج همهم، نفس كربهم. اللهم انصرهم على بشار وأعوانه. اللهم عليك بالنصيرية، اللهم وعليك باليهود المعتدين والنصارى الظالمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم أعد للمسلمين قوتهم ومكانتهم وهيبتهم. أعد للأمة الإسلامية مجدها القديم وعزها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وعقيدتها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وأصلح أحوال المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان. اللهم وأطعم جوعة اليمن، اللهم وأطعم جوعة اليمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون. إلهنا اجعلنا جميعا من المقبولين، اجعلنا جميعا من المقبولين.
إلهنا تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، لا تردها في وجوهنا، لا تردها في وجوهنا. إلهنا اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. إلهنا لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد أعتقت رقابنا. إلهنا لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد فرجت همومنا. إلهنا لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد يسرت أمورنا. إلهنا لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد شفيت مريضنا. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عجل لهم بالعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعلنا نغادر هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وشفاء لما في الصدور. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد آتيت لكل واحد منا سؤله وحققت لكل واحد منا رجاه وبلغته من الدارين مناه. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة سبحانك جدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم اغفر لمن كان سببا في بناء هذا المسجد المبارك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ومن أشرف على بناء هذا المسجد اللهم فاشرح له صدره ويسر له أمره واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. اللهم من فطر صائما ومن بنى مسجدا ومن أعان على خير اللهم فاشرح له صدره ويسر له أمره ونفس له كربه واغفر لنا وله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأعد علينا رمضان سنين وأعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار.